هاي جايز ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم حمرو الدجاج في الدار ويجيكم زوين بحال ديال العراسات. اول حاجه كنقوا الدجاج مزيان. عندي انا هنا 3 ديال الدجاجات وها هما منقياهم مزيان. وعندي هنايا التوابل وهذا الهريسه، تومه شي 13 فص ديال التومه تقريبا. عندي هنايا 2 حامض مزير، إلا كان حامض صغير ديرو 2 وإلا كان كبير ديرو غير وحدة. هنا عندي السمن، وعندي الخرقوم الصناعي والفزبور معدنوس. هادو هما التوابل ديال الدجاج البنات. أول حاجة غادي نقطع الفزبور المعدنوس، غادي نقطعهم غير عشوائي حيت غادي نعاود نطحنهم. هنايا الحامضة نقسمو على 2 حيت أنا بغيت غير اللب ديالو، وهاديك الجلفة ديالو غادي نحتاجها حيت غادي نعمرها بالهريسة من الوسط. هنايا التوابل اللي غادي ندير خرقوم، سكينجبير، بزار والخرقوم. الملح غادي ندير غير شويه والباقي غادي نخليه من بعد. ما تديروش الاول الملح رنات حيت الحامض كيكون مالح. صافي غادي ندير هاد المكعبات ديال مكعبات الزعفران. ضروري البنات الا ما عندكمش الزعفران شعره ديروا مكعبات ديال الزعفران. وديروا حتى الخرقوم ملون صناعي حيت ضروري الدجاج محمر باش يعطي داك اللون الذهبي في في ملي يتحمر يكون ذهبي. صافي نزلت واحد شويه ديال الزيت وكاس تاع الماء وغادي نطحنها مزيان. صافي نايم بعد ما طحنتو غادي نقاد هادوك الدجاجات نرقدهم في ديك الشامونه مزيان، وغادي نخليهم تقريبا واحد ساعتين حتى 3 سوايع يرقدوا في ديك الشاموله. الا عندكم الوقت خلوه حتى اكثر مزيان، كل ما بقى في المرقد كيكون بنين اكثر. ولكن الا ما عندكمش الوقت خلوه غير ساعه ماشي مشكل. المهم اقل الوقت هو ساعه.
صافي هنا فاش شرملتهم غادي نكب عليهم هاديك الشرمولة اللي بقات ليا، وغادي نغطيهم يرتاحوا. هنايا غادي من بعد ما ارتاحوا 3 سوايع ربطهم بالخيط قبل ما نطيبهم باش ما يعني يطلقوا ليا في الطياب. الا ما سمحوش ليا هاد الدجاجات ما عنديش الناس. بالنسبه الا كنتي مبتدئه في الدجاج من احسن هكا تكرفيهم. اما الناس اللي كيعرفوا يعني كيطيبوا وكيعاودوا راه ما كيكفوا ما والو، ولكن كيجيو زوين ما كيطلقش ليهم. الا زدت تقريبا شي اطرو ديال الماء اللي زدت هادي فاش يطيبوا. وانا ما تغطوش عليها البنات، خليوه يبقى هكاك محلول واحد شويه باش يتهوى، و... وكل 5 دقائق حركوا واش ما يلصقش لكم الدجاج. هنا من بعد ما طابوا هيت الدجاجات وهذيك المرقه اللي بقات لي زدتها البصله مشروبه، تقريبا شي نص كيلو ديال البصله مشروبه، وزدتها هذاك الكانسا وهذيك الكبده وهذاك القلب والعنب والزيتون مقطع. نسيت ما قلت لكم البنات بالنسبه للكبده ما قطعتهاش معاهم. هي الكبده سلقتها بوحدها بشويه ديال الماء وشويه ديال الخل وشويه ديال الملحه. صافي من بعد ما طابت قطعتها وحتى طابت لي الشموره عاد زدتها عليهم وحركتها مزيان حيت اصلا الكبده طابت قبل. صافي هنا اول حاجه قليت غادي نكري بطاطا، البطاطا ديال الدجاج ساهله في الكريضه هي تطبخ غير 5 دقائق كتوجد فيها ساهله. هنا من بعد ما نشوف هي الدجاج وغنقليه غادي ندهنو بالزبده، هنا غادي نروحو تقلى. هنا المشكل اللي عندي ان المقله ديال الدجاج عندي صغيره ما عنديش شي حاجه كبيره وكثرت الزيت، ولكن ماشي مشكل يعني هو هذاك زوين. صافي هو هذاك هنايا يتحمر اللي شفتوه مشي نتف واحد شويه راه غير حيت المقله عندي صغيره وحيت بغيت نطلبو عذبني، يعني الا عندكم شي حاجه كبيره احسن. صافي هنا الدجاج ديالي وجد تبارك الله زوين وغزال. هنايا كنقاد في الطبسيل ندير المرقه ديالو وصافي، وغادي ندير عليه من الفوق هداك الحامض مع الهريسه وغادي ندير بطاطا وصافي. الا وصلتوا حتى لهنا البنات كنتمنى انكم تشتركوا عندي الا عجبكم الفيديو، وإلا ما عجبكمش اشتركوا عندي. نسيت ما قلت لكم بلي راه الدجاج فاش قليتو حيدت ليه هذاك الخيط، تحيدوه غير بشويه تقطعوا بالمقص وتحيدوه بشويه حتى ديك البارت ما صورتهاش ونسيت ما قلتها لكم. اصلا باينه يعني ما غاديش تاكلوا في الخيط. ايوا بالصحه والراحه، يلا باي.